السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمود عنده كلام مهم عن مرتضى منصور، بيقول فيه احتمالية حل مجلس الإدارة. كله على الله. كله على الله. أنا عن نفسي بقول يا رب يا رب. أنا شفت برضو تصريحات بس ما حطيتهاش في دماغي لما أستاذ محمود قال من خير رمضان، وفي تلميحات من وزير الشباب الرياضة، وقال لك شخص واحد هو اللي بيسيء للرياضة، وإن هو إذا اتشال من الرياضة هينصلح حال الرياضة. وكانت التلميحات كلها بتصب إن هو ما أجمل الليلة بالبارحة. منصور. أستاذ محمود عنده انفراد وأخبار أنا مش عارفها والله صراحة، نتفاجئ بيها. تعالوا يا جماعة نتكلم كده في حوار لمدة نص دقيقة تلميح عن الموقف. في آخر فترات حكم الرئيس محمد حسني مبارك، الدراما المصرية نزلت أكتر من عمل تحذير. فيلم زازا، جواز بقرار جمهوري، عايز حقي، مسرحية الزعيم، كل دول كانوا مناشدات لقصر الرئاسة. خد بالك في حاجة بتفور، الشعب بيفور، النهاية جاية. الرسائل ما وصلتش، فكانت النتيجة الحتمية هو اللي انت شفتوه في 2011. طيب دلوقتي فجأة يأتي من غياهب النسيان رؤوف جاسر ويصدر البيان. حسين السيد الصامت منذ اعتزاله ويصدر بيان. حسين لبيب الذي تفرغ لرد البيانات النهارده يوميا بيعملنا بيانين. ثم طارق نور الذي عفى عن الرد على مرتضى منصور على مدار 7 سنين، بيان. القاهرة والناس، بيان. أحمد السعيد رئيس قناة القاهرة والناس، بيان. خير رمضان 11 بيان في يوم في 24 ساعة. إبراهيم فايق، بيان. ده بياناته بلاغات، لدرجة النهارده إن الراجل فاتح جبهات مع طارق نور، أحمد السعيد، القاهرة والناس، أون تي في، محمد شبانة، أحمد سعيد، أبو المعاطي زكي، شوبير، إبراهيم فايق، خير رمضان، مهيب عبد الهادي، عمرو أديب، أحمد موسى، تامر أمين، ممدوح عباس، أيمن ممدوح عباس، عبد الله جورج، مصطفى عبد الخالق، أحمد سليمان، هاني عتاب، هاني بيرزي، هاني شكري، طارق حامد، حسين لبيب، حسين السيد، رؤوف جاسر، إبراهيم عبد الله. يعني كل دول على حق مرتضى. هؤلاء ثاروا. أيوه. هؤلاء ثاروا كما ثار العرب فجأة، ناموا نيام وسكون، وهبوا ثوارا بشكل مجنون، فكانت خريف الغضب وليس ربيع. هنا أتأكد بأن اليوم يمثل 2020، وأن أشتم رائحة عزل المجلس الإدارة أو التجميد قريبا جدا، وستكون الذريعة لجنة الانضباط. حذاري قالها قبل كده الإمام علي بن أبي طالب: اللهم اكفيني شر أصدقائي أما أعدائي فإنك كفيل بهم. والله اللهم اكفينا شر لسانه وأعداء مرتضى ولسانه. مرتضى منصور طول ما بيتكلم مش لاقي حد يسكته، طول ما مش لاقي النصيحة الصادقة الخالصة، طول ما اللي حواليه موافقون بابتسامات صفراء، النهاية قربت. بالله عليك من حد دافع عنك أكتر من عيالك. بالله عليك إذا كنت أنت هترتاح فما تدمرش الزمالك، لأن الفترة اللي هتبعد فيها ما عادش عندك متسع من الوقت ترجع، لا هترجع لا أنت ولا عيالك، والزمالك هو اللي هيدفع الفاتورة. صديقي محمد يحيى كان بيقول لي خلي الفيديو لبكره. أنا عندي حقائق كتير مأجلها، لأن احتمال القرار قلت له جايز نيجي بكره هو معزول، يعني جايز هم هيبقى احلى خبر، مستنيين غلق باب القيد. احلى خبر في حياتي. محمد الحديدي كان بيبكي على مرتضى منصور لما اتشال في موقف احنا كده ما تعرفش قيمه امك غير لما تشوف مرات ابوك. كنت بنادق بشيل تاني حذاري من كل جموع اللي قاعدين بيقطعوا في مرتضى النهارده بكل مساوئه، بكل ترهاته، بكل صفقاته، بكل كلامه مع الناس، بكل جبهاته اللي بيفتحها. هو النار التي لا غنى عنها والجنة التي نتمناها. بالله عليك كابتن جمال حميد، طارق يحيى، حذاري من الشعر الأبيض الذي شاب في رؤوسكم، حذاري من ضمير قد مات ونصيحة لجمت بها الألسن، الساكت عن حق شيطان أخرس. حبوا الزمالك أكتر من حب جيوبكم، حبوا الزمالك أكتر من جيوبكم. تاني، حبوا الزمالك أكتر من جيوبكم. انصحوه، اقفلوا عنه الحنفية. يا حكومة مصر امنعوا له الظهور في الإعلام، أفضل فترات الزمالك وهو ممنوع. سكتوه من أجل جموع الزملكاوية اللي مش هتسمح
بالفوضى تاني، ومش هتسمح باللجان تخرب تاني، ومش هتسمح بناديك يناديك تاني، ومش هتسمح بالانبطاح الزملكاوي تاني. شفنا اللجان وحذاري من ثورة خايبة في وقت كل حاجة فيها ولعة، أسعار ولعة، دنيا ولعة، معيشة صعبة، فأصبح المتنفس 90 دقيقة. حذاري كمان ما نلاقيهمش، حذاري ما نلاقيهمش. يا كل عاقل ورشيد، بتلاقيهم في الآخر. يا كل عاقل ورشيد، حذاري من ثورة من صمتوا كثيرا، إن النهاية قد أذن. شكرا يا أستاذ محمود. تحياتي لكم، السلام عليكم.